Habib, terus ini siapa? Ustadz Baihaqi ya? Untuk yang lain yang tidak ikut baca, boleh baca surah Al-Ikhlas ya. Karena di antara keutamaan di bulan Rajab itu anjuran banyak-banyak baca surah Al-Ikhlas. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan naj'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idza bariqal basru wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabbi'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah wa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah kalla bal tuhibbuna al-'ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzin al-masaq wala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa فجعل بينه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا
إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطوف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت الثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكيرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا
فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم فصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم وقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخة وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون فواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين بأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سبتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة الألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت رامة إن جهنم كانت مرصادا
للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم وعذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافرون يا ليتني كنت ترابا. Bismillahirrahmanirrahim. والناشئات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصرها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن جحيما هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى
أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف المكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي السفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يكفي ما أمره فلينظر الإنسان إلا طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وإنبا وقضبا وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قدرة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودات سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وعلمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسر والصبح إذا نفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب وضعين وما هو بقول شيطان رجيم وأين تسحبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم إن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء رب العالمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي نعيم لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وإذا النجم لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سرورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما سبق والليل وما وسق والقمر إذا استسق لتركبن طبقا عن طبق وما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa shahidin wa mas'ud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idza hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid allazina hum mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in
fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna batsa rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yumid wa huwal ghafurul wadud zul arsil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil lazina kafaru fi takdzib Allahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sarair. Fama lahu min quwwatin wa la nasir. Was-sama'i zatil raj'i wal ardi zati sar'i. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda. Famahil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhina qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وينصرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن عليها حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان
وأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. لم نشرح
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah kita rampungkan sampai surah Al-Qari'ah. Insyaallah habis Isya kita lanjutkan dengan prosesi doa khutbah Quran dan nanti akan ada tausiah atau muhasabah dari para imam-imam kita
Imam Masjid Al-Munawwarah, Ustaz Habib, Ustaz Rizki, dan insya Allah juga nanti ada Ustaz Rahim. Itu saja, terima kasih. Kita menanti sholat Isya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سبحان رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوف فإذا تسود الصفوف تبع بصلاة حضور الصلاة كالصف تبع صلاة berjamaah Astagfirullahaladzim الذي يوصف صلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سر الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Cek. Ustaz Habib. Ustaz Sulian Jaya. Ustaz di belakang sini, Ustaz Sulian. Masya Allah. Sama Pak Ustaz Burhan. Ya, turing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة بسم الله Mari kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sembari kita yakini Allah Maha pengijabah doa, Allah Maha pendengar. Bagi kita semua yang memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkahan khatmil Quran ini hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin ada yang terlilit hutang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bayar, lunaskan hutang-hutangnya. Mungkin di antara kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Al-Qur'an Allah sembuhkan segala penyakitnya. Dan mungkin juga di antara kita ada yang sedang menunggu jodoh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan berikan jodoh yang terbaik. Wabil khusus untuk Ananda Ambilra, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya doa khatmil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahu wa sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wahdina wa barik lana bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minna ya Allah khatmal Qur'an wa taqabbal minna khatmal Qur'an
ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة من القرآن كرامة، وبكل آية من القرآن ألفة، وبكل سورة من القرآن سرورا، وبكل جزء من القرآن جزاء، وبكل ربع من القرآن روحة، وبكل نصف من القرآن نعمة، وبكل ثلث من القرآن ثباتا، وبكل رفع من القرآن رفعة، وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا، وبكل كسر من القرآن كسوة، وبكل وقف من القرآن وقاية. اللهم ارزقنا يا الله بالألف أمنا وإيمانا، وبالباء بهاء وبركة، وبالتاء توبة وتوفيقا، بالثاء ثروة وثوابا، وبالجيم جاها وجلالا، بالحاء حلما وحياء، وبالخاء خشوعا وخشية، بالدال دولة ودليلا، بالذال ذهنا وذكاء، بالراء رحمة ورجاء، بالزاء زهدا وزكاء، بالسين سعادة وسلامة، بالشين شكرا وشرافة، بالصاد صبرا وصداقة، بالضاء ضوءا وضلاعة، بالطاء ظاهرا وطهارا، بالظاء ظفرا وظرافة، وبالعين عفوا وعافية، بالغين غنى وغنيمة، بالفاء فوزا وفلاحا، بالقاف قربا وقناعة، بالكاف كمالا وكرما، باللام لطفا ولقاء، بالميم مغفرة ومتاعا، بالنون نونا ونجاة، وبالواو وسعة وولاية، بالهاء همة وهداية، بالياء يسرا ويقينا. اللهم طهر قلوبنا يا الله، اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا، واستر عوراتنا، واستر عوراتنا، واشفي مرضانا، واشفي مرضانا، واشفي مرضانا، واشفي مرضانا، واقض عنا ديوننا، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا، وارفع درجاتنا، وأصلح حاجاتنا، وأصلح حاجاتنا، وأصلح حاجاتنا، وارحم آباءنا، وارحم آباءنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لأمهاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وامحو ذنوبنا، وانصر سلطاننا، وأصلح ديننا ودنيانا، ورطب لساننا، وقوي أجسادنا، وفرح أحبابنا، وخرب أحسادنا، وشتت شمول أعدائنا، واحفظ أهلنا، واحفظ أهلنا وأموالنا، وانظر أولادنا وديارنا، وثبت أقدامنا يا الله على دين الإسلام، وثبت أقدامنا على دين الإسلام، وثبت أقدامنا على دين الإسلام، وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالآية والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا يا الله قراءتنا يا الله، اللهم تقبل قراءتنا يا الله، وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها، أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان، أو تأويل على غير ما أنزلته، أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحال، أو تعجيل عند تلاوة القرآن، أو كسل أو سرعة أو زاغ لسان، أو وقف بغير وقوف، أو إدغام بغير مدغم، أو إظهار بغير بيان، أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو عرب بغير ما كتبه، أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب. فاغفر لنا يا الله، فاغفر لنا يا الله ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا يا الله ربنا، واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن، وزين أخلاقنا بجاه القرآن، وحسن أعمالنا بذكر القرآن، وبيض وجوهنا ببركة القرآن، ونور أبداننا بنور القرآن، ونجنا من النار بكرامة القرآن، ونجنا من النار بكرامة القرآن، وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في
الدنيا قرينا اللهم اجعل لنا قرآننا في الدنيا قرينا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارحمنا يا الله بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم اهدنا يا الله بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا يا الله من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحصل مقاصدنا واقضي جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت وهون علينا سكرات الموت وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا آداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد ما جميع في القرآن حرف حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baiklah Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita selesaikan pembacaan Al-Qur'an kita dari pagi pada syuruk hingga malam ini. Kita tutup dengan doa khatmil Al-Qur'an. Mudah-mudahan segala yang kita laksanakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan mendengarkan tausiah ataupun muhasabah. Ustaz Rahim sudah datang ya. Ustaz Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bidinil qawim wa hadana ila siratikal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari
وملاذ الجاني وجمعنا به في كل أدوان وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan pada malam hari ini segenap pengurus Masjid Al-Munawwarah dan juga orang tua kita yang hadir pada malam hari ini dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan seluruh hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan di antara kita semua memiliki aib, Allah Subhanahu wa taala tutup aib-aib kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua, umur yang panjang, barokah dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di masjid yang kita cintai ini itu diumumkan, barang siapa yang sholat di Masjid Munawwarah nanti si keuang dikasih duit 1 juta. Wah, mungkin ramai jamaahnya, mungkin ramai. Akan tetapi perkumpulan kita pada malam hari ini bukan semata-mata untuk dunia yang tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata guru kita, dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ibarat kayak sehelai sayap nyamuk. Ada harga sayap nyamuk? Tidak ada. Kita kumpulkan sekarung sayap nyamuk kita jual, ada yang akan beli? Tidak ada. Nah, itulah dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita berkumpul pada malam hari ini meskipun cuman duduk dengan uang baca Al-Quran, perkumpulan kita pada malam hari ini itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawaf, Allah yarham, beliau pernah berkata, malam tahun baru itu merupakan malam kegelapan, malam di mana umat manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, dulu Nabi Muhammad SAW itu beliau berdakwah mati-matian, sampai beliau dilempari kotoran unta, sampai darah beliau bercucuran. Dan sekarang kata Habib Munzir, umat Nabi Muhammad SAW mereka melemparkan dosa kepada Nabi Muhammad SAW di malam tahun baru, malam kegelapan. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam ini hujan deras biar ketik yang balik baru. Terus kemudian jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, kata beliau, ketahuilah wahai sahabatku, ketahuilah wahai umat Nabi Muhammad SAW, ketahuilah sesungguhnya ketika umat Nabi Muhammad SAW itu keluar dari masjid, keluar dari rumah, mereka membawa dosa yang begitu besar. Meskipun mereka keluar dari rumah membawa dosa yang begitu besar, mereka pergi ke masjid, mereka melangkahkan kakinya ke masjid, langkah demi langkah, debu yang mereka injak itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat mereka yang berjalan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mereka keluar dari masjid terkecuali seluruh dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini singkat baik. Terus yang terakhir, dulu kami pernah belajar di pesantren, belajar kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Dari situ guru kami menjelaskan bahwasannya orang yang konsisten membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ini orang ini kata guru kita akan menjadi 2. Yang pertama, kalau tidak jadi ashabul Quran, dia menjadi ahlul Quran. Apa itu ashabul Quran? Ashabul Quran itu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Tapi dekat di sini mereka tidak hafal Al-Quran, tidak hafal Al-Quran, tapi senantiasa mereka semua yang membaca Al-Quran. Pagi baca Al-Quran, habis maghrib baca Al-Quran. Alhamdulillah di masjid kita ini ada terus tadabbur Al-Quran. Walaupun kita tidak terlalu memahami makna dari bacaan Al-Quran, tapi kita istiqomah
membaca Al-Quran, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, ana la aqulu alif lam mim harfan, ya. Aku itu tidak ngomong alif lam mim itu satu huruf, ya. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, ya, itu dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala 10 kebaikan. Nah, alhamdulillah luar biasa hari ini, ya, kita semua membaca 30 juz Al-Quran. Nah, terus yang kedua, kalau sudah ada kesama Al-Quran, dia kalau jadi ashabul Quran jadi ahlul Quran. Nah, ini lebih tinggi lagi pangkatnya. Ahlul Quran itu para hadirin wong yang memang betul-betul menguasai ilmu Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, ya, dia hafal tafsir Al-Quran, ya, dia tahu penjelasannya. Nah, ini ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, ya. Ahlul Quran itu keluarga Allah dan orang-orang yang dikhususi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling tidak kalau kita tidak baca menjadi uang yang tergolong dalam ahlul Quran, paling tidak kita menjadi ashabul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Sebagai penutup, ada sedikit cerita. Ya, jadi ada orang tua. Orang tua ini dia katakanlah preman, ya. Wong yang ahli maksiat, semasa hidupnya maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang tua ini meninggal, nak dikubur, ada salah satu ulama yang ikut menguburkan. Mana ulama ini beliau mukasyif. Mukasyif itu para hadirin wong yang biasanya hal-hal yang gaib. Ketika nak dikubur, ya, almarhum ini, ulama ini jingok bahwasanya di depan itu lah banyak malaikat. Nak ngapain? Nak nyiksa jenazah ini. Karena jenazah ini wong ahli maksiat, ditunggu sama malaikat nak disiksa. Lantas nanya ulama tadi sama di sebelahnya, ini kira-kira almarhum ini ada anak ada? Oh, ada katanya. Ada sih kok anak lanang masih kecil. Sudah bawa ke rumahku katanya. Setelah dikubur, ya, dikubur almarhum tadi, anak yang almarhum tadi diajak ulama tadi ke rumahnya, diajarkan ngaji. Ya, diajarkan ngaji terus, cuma diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah lancar baca Bismillah, kata ulama tadi, kita besok ziarah kuburan abah kau. Nah, ketika ziarah, yang tadi orang tua tadi disiksa sama Allah Subhanahu wa taala itu dibebaskan, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika anaknya belajar Bismillahirrahmanirrahim, Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, ampuni hambaku ini. Malaikat komplain, ya Allah, bagaimana mungkin kau bisa mengampuni hamba tersebut? Sedangkan hamba tersebut orang yang bermaksiat semasa hidupnya. Aku malu, kata Allah. Aku malu. Di alam kubur aku menyiksa orang tuanya, sedangkan di dunia anaknya mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan keberkahan li'annahu al-walad fasih bismillah. Dengan keberkahan seorang anak tadi cuma bisa baca bismillah, Allah ampuni orang tuanya di dalam kubur. Dan cak mana kalau ada uang, ya, dia hafal Al-Quran, ya, dia tahu maknanya, dia senantiasa bacaan Al-Quran, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang yang dekat dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang senantiasa bacaan Al-Quran. Paling tidak Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ashabul Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada hadirin jamaah rahimakumullah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz kita, Ustaz Habib, sudah isinya galau sebenarnya. Kita ini tinggal nyampaikan yang kulit-kulitnya baik. Ya alhamdulillah, tidak kerasa ternyata ya, bahwa malam ini kita sama-sama masuk ke dalam malam tahun baru Masehi. Malam yang biasa di luar sana ternyata para jamaah rahimahullah di luar sana diisi dengan macam-macam. Biasanya uang tuh diisi dengan macam-macam. Ada yang pesta, ada juga yang bakar petasan, ada yang juga cuma
keluyuran yang tak jelas arahnya. Nah, tapi kita sebagai orang Islam diajarkan bukan sekadar ngikut arus baik, tapi ngerti makna waktu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sering kita baca, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Nah, kita jangan sampai masuk dalam kerugian itu. Nah, rugi ini bukan karena ganti tahun, tapi rugi karena waktu yang sudah lewat tanpa amal baik. Nah, rahimakumullah, setiap tahun berganti itu artinya umur kita berkurang setahun lewat, tidak bisa balik lagi. Ya. Pertanyaannya apa yang sudah kita bawa? Apa yang sudah kita bawa pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, mudah-mudahan dengan membaca Al-Qur'an ini, mengkhatamkan Al-Qur'an ini, insyaallah akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam tahun baru ini seharusnya jadi malam muhasabah. Ya, alhamdulillah Masjid Al-Munawwarah kita ini jadi malam muhasabah. Malam ngitung diri, bukan malam ngitung mundur jam. Oh, dikit lagi berapa jam lagi lah ini, jam 12. Nah, banyak orang ngitung waktu itu. Nah, tapi kita hitung diri kita, berapa banyak amal kita yang sudah kita lakukan selama setahun ini. Nah, salah satu yang cara paling mulia yaitu malam ini yang di Masjid Al-Munawwarah ini, yaitu membaca Al-Qur'an. Bahkan kalau bisa, dan alhamdulillah setiap tahunnya kita akan khatamkan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh guru kita Kiai Haji Nawaidin bin Al-Hafiz almarhum. Ya, salah satu yang mulia kata beliau menghatamkan Al-Qur'an. Bahkan beliau di Masjid Agung sudah melaksanakan setiap bulan Hijriah. Setiap awal bulan Hijriah beliau konsisten mengajak para jamaah itu menghatamkan Al-Qur'an dari ba'da zuhur sampai besok sebelum zuhur. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu yang diajarkan oleh guru kami. Nah, mudah-mudahan insyaallah di Masjid kita Al-Munawwarah bisa istiqomah setiap tahunnya jadi, bahkan bisa-bisa setiap bulannya juga insyaallah akan kita laksanakan. Amin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu yang paling mulia juga tadi Al-Qur'an tadi bukan sembarang bacaan baik. Ya, Al-Qur'an itu ialah petunjuk hidup kita, penenang hati dan penolong di akhirat. Ya. Yang mana di sabda firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ya, Quran itu menenang ke hati. Menenang ke hati. Ya, bayangkan misalnya kita di malam tahun baru ini, bayangkan pas uang lain niup tutup tahun baru, tutup tahun dengan maksiat, dengan perbuatan yang tidak benar, kita tutup tahun baru dengan ayat-ayatnya Allah. Ya. Wong lain sibuk dengar musik, kita sibuk dengar kalamnya ilahi, dengan Al-Quran. Ya. Nah, maka inilah manfaatnya kita membaca Al-Quran di malam tahun baru. Bukan kita merayakan tahun barunya, tapi kita mengambil atau muhasabah dan melindungi diri kita dari malam-malam yang dikhawatirkan oleh para ulama. Apa itu? Dikhawatirkan uang lain yang lagi niup trompet, malaikat sangkakala niup trompet juga tak dengeran, tiba-tiba baik. Ya, wallahu a'lam. Siapa tahu kita lagi niup trompet, uang lain niup trompet, malaikat sangkakala niup juga. Nah, cak mana itu? Maka ketika uang lagi niup trompet, kita usahakan kita meniupkan atau membacakan Al-Qur'an itu. Ketika malaikat sangkakala meniupkan juga, maka kita meninggal dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan dengan membacanya dan menghatamkan Al-Qur'an ini menjadikan kita banyak faedah, tenangkan hati, memanjangkan umur, minta kepada Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan mengampuni dosa-dosa kita yang tahun yang akan datang. Ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Ustadz kita, Ustadz Sulian Jaya, untuk menyampaikan pesan kepada kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf Ustaz Nur, Bapak-bapak, Kiai Burhan, saya terlambat tapi masih teringat dengan satu pesan sahabat dulu, bahwasanya kalau ada majelis khatam Quran, walaupun itu tinggal satu ayat, hadirilah. Karena kenapa? Saat khataman Quran walaupun tinggal satu ayat, maka 70.000 malaikat rahmat akan menyertai kita semua. Benar Ibu? Uji Kajilato tadi masih kena juga. Saya teringat Bapak Ibu, ini Profesor, ada satu pertanyaan yang dikemukakan oleh seorang eksekutif muda yang saban hari waktunya penuh dengan kesibukan yang membuat hatinya itu gundah gulana. Saat beliau bertanya kepada seorang ulama, apa kata ulama tersebut? Pertanyaannya, kenapa saya ini susah? Dijawab seorang ulama tersebut, yaitu Mustafa, Iqra'ul Quran, maka bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Karena kenapa? Kalau engkau membaca Al-Quran, maka pola hidupmu akan teratur. Ternyata Bapak Ibu, nasihat ini didengarkan dan dilaksanakan. Hari berganti hari, berganti minggu dan bulan, dan memang benar. Ternyata Al-Quran mampu mengatur pola hidup kita. Karena kenapa? Al-Quran adalah kalam Allah. Masya Allah. Jadi tidak banyak-banyak bro. Jadi mari kita menjadi minimal kata Hadinah Habib tadi, dan Habib menjadi ashabul Quran, sahabat Quran. Karena kenapa Bapak Ibu? Kami beberapa kali menghantarkan jenazah ke alam kubur para ahlul Quran, sahabat Quran, ahlul Quran. Dan ternyata Bapak Ibu, setiap kali kita perhatikan mereka yang memang berdekat dengan Al-Quran, kuburan mereka diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini kelihatannya fiksi, tetapi ini akan menjadi realita kalau kita sudah mengalaminya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah ahlul Quran yang pada waktunya nanti kita wafat bersama Al-Quran, dan di alam kubur kita ditemani oleh Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah usai sudah rangkaian acara kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Habib, Ustaz Rizki, dan Ustaz Surya Jaya, dan Ustaz Burhan, dan bapak-bapak semuanya yang lain, Pak Ketua Masjid, dan ibu-ibu yang telah mensupport acara terlaksananya acara kita ini. Alhamdulillah luar biasa, ibu-ibu mengiring baca Al-Quran semenjak zuhur, habis zuhur sampai sekarang belum pulang, luar biasa. Masya Allah, ini semua adalah berkah Al-Quran. Oleh karena itu, terima kasih. Tidak ada kata lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua, kepada para donatur, kepada para pembaca Al-Quran, dan hadirin semuanya jamaah Masjid Al-Munawwarah. Itu saja. Terima kasih. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tidak pulang dulu karena akan ada pembagian sate Bapak Ibu rahimahumullah.
Nanti bisa dimakan di rumah atau di masjid sekalian. Ya.